مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي وهذه هي الحكاية تاع اليوم. تخيلوا معايا طفلة صغيرة تعيش في الظلمة، ما تشوف الضوء تاع النهار، ما تشوف الناس وما تهدر مع حتى واحد، محرومة من أبسط حقوق الحياة. ولقوها بالزهر في صندوق السيارة كي كانت رايحة يماها تخدمها. في سنة 2013 اهتزت فرنسا على وقع قضية مأساوية، قصة الطفلة سيرينا، الطفلة اللي لقبوها باسم طفلة الصندوق. أكتوبر 2013 في مدينة تيغاسون لافيلديو اللي جاية في جنوب غرب فرنسا، كان ميكانيكي يجوز يوم عادي حتى جات عنده واحد المرأة باش يخدم لها الطوموبيل. كانت تبان مرأة عادية كما أي زبونة. قرب باش يشوف المشكل اللي في الطوموبيل، حتى سمع أصوات بيزاغ جاية من لامال، يعني كي شغل واحد يلاغي ويخربش بيديه. سقسى المرأة واش هذا الصوت، قالت له لي جوي تاع دراري ساعات يبداو يغني وحدهم. الميكانيسيان اللي بقى يسمع في الصوت توسوس وقرر يفتح العمل، وهنا كانت الصدمة. لقى طفلة في عمرها عامين محبوسة داخل الظلام، ضعيفة رقيقة ومعمرة بالفضلات تاعها، وملامحها تبين باللي ما تعرفش الضو تاع النهار من قبل وما تعرفش الناس، على خاطر تخلعت وغطت عينيها من الضو. هذه الطفلة هي سيرينا. بصح كيفاش حتى لحقت لهذه الحالة؟ الطفلة اللي اسمها غوزماري متزوجة وعندها طفلة ولد، عايشين حياة طبيعية معاها ومع باباهم. واحد النهار نادت غوزماري مع الصباح وحست بالوجع تاع الزيادة، راحت لاسال دو بان وولدت بنتها سيرينا. وقبل هذا النهار ما كانتش أصلا عارفة باللي راهي بالكرش، والحالة هذه صارت لها من قبل في وليدها، وين ما فاقتش باللي راهي بالكرش حتى ولداتو في وسط غداء عائلي وين كانوا كامل العائلة متجمعين. بصح كي ولدت سيرينا كانت وحدها، مالا غلفتها فدرة وداتها لواحد البيت في الغيتشوسي ما يدخلولهاش على خاطر دايرين فيها الدوزان اللي ما يسحقوهمش، وما قالت لحتى واحد باللي ولدت، حتى راجلها وعائلتها. بداو الايامات يفوتوا، وقد ما كانت الحالة تطول قد ما قدرتش تخبرهم. قالت باللي سيرينا ما كانتش تبكي كامل، وكانت بيبي عاقل بزاف على بيها جامي نسمعوها تبكي، وكانت تحطها في هذيك البيت ولا في العمل تاع الطوموبيل كي تخرج. أنا كاتي، ادعمني بلايك وتعليق، أبوني في القناة وفعل الجرس. وبهذا عاشت سيرينا معزولة تماما عن العالم. في وقت كانت الأم تعيش حياة مزدوجة، أم طبيعية في الظاهر، مي بصح مخبية سر كبير. حتى واحد من العائلة ولا الزوج ولا الجيران حسوا باللي غوزماري مخبية طفلة. بالعكس كامل يقولوا باللي كانت طبيعية وحنينة بزاف مع ولادها. صح كانوا يشوفوها مغطية العمال بالكوفيرطات، بصح جامي يخمموا باللي قدرة تكون مخبية بنتها لداخل اللي واحد ما يعرفها. نهار سلكو سيرينا اكتشف الأطباء باللي عندها بزاف المشاكل الصحية، تأخر في النمو، ما تقدرش تمشي وما تقدرش تهدر، صدمة نفسية عميقة بسبب العزلة والحرمان. وصفوا الأطباء حالتها باللي عاشت في عالم من الصمت والظلام، بعيدة عن أبسط أشكال الإنسانية. مالغري ماها قالت باللي كانت ترفدها وتعنقها وتهدر معاها، وباللي جامي حرمتها من الحنان ولا عزلتها على الناس، برك كانت حطتها في بيت اللي ما يدخلها حتى واحد. والأب من جهة واحدة أخرى كيرفدوه لابوليس بقى مخلوع وما فهم فيها والو، ويقول لهم أنا ما عنديش طفلة واسمها سيرينا، عمري ما سمعت بيها. سيرينا بعد ما قعدت شحال في السبيطار عطاوها العائلة تربيها، وحتى خاوتها نحاوهم لوالديهم وعطاوهم العائلة تبناوهم. في سنة 2018 بدأت محاكمة الأم، وين حاولت تبرر وش دارت باللي كانت خايفة من الفضيحة ونظرة المجتمع، على خاطر كانت كبيرة في العمر كي ولدت سيرينا. بصح المحكمة شافت باللي وش دارت هو شكل من أشكال العنف الممنهج ضد طفلة بريئة. في سنة 2019 صدر الحكم 5 سنوات سجن، منها 2 نافذة وتجريدها من كامل حقوقها كأم. كيفاش عاشت سيرينا وكيفاش ولت حالتها؟ كما قلت مرمى سلكوها تبنتها عائلة تحت رعاية السلطات، خبراء نفسيون وأطباء سياو يعاونوها باش تكون حياتها طبيعية، بصح الأضرار في نموها النفسي والجسدي ما يقدروش يسقموها. سيرينا عندها تأخر كبير في النمو الجسدي وخصوصا العقلي اللي صعب باش يبرر. قضية سيرينا صدمت فرنسا والعالم كامل، واليوم تبقى قصة طفلة الصندوق رمز لضرورة حماية الأطفال والوقوف ضد أي نوع من الإهمال ولا العنف. وش رأيكم انتم في هذه القضية الصادمة؟ إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.